السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه امنا. اليوم نوجد معكم غريبه اولا معلكه بالكاوكاو اللي هي كتكون محبوبه عند الجميع وبعض الاحيان ما كتصدقش. غادي نعطيكم جميع التفاصيل باش تنجح معكم وباش تجي هشيشه ومشققه وفي نفس الوقت كتكون معلكه من الداخل. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا بارطاج وما تنساونيش ملي لايك للتشجيع وباش الفيديو ينتشر ويستافدوا منه الناس اخرين. هنايا كما كتشوفوا معايا غريبه كتجي اكثر من رائعه وكتكون معلكه من الداخل. غنعطيكم جميع الاسرار ديال التعليكه اللي كتكون فيها. وهنايا البنات غنعطيكم فقط الكميه ديال نص كيلو باش تجيكم ساهله. هنا كما كتلاحظوا معايا عندنا 500 غرام ديال الكاوكاو. هنا انا خدمتها بالكاوكاو، خدمت بهذا النوع هذا اللي كتشوفوا معايا. يمكن لكم تخدموا بالكاوكاو البلدي وتخليوه بالقشره، راه هو كيجي بنين، كيكون احسن من هذا النوع هذا. كندخل الكاوكاو للفران اللي هو مسخن قبل وكنردو معاه البال، كنخليوه يعني حتى كيبدا يتحمر، كنحيدوه، ما كنخليوش حتى كيدهب بزاف اولا يعني كنردو ليه البال باش ما كيتحرقش وكيعطينا ديك المروره في غريبه ديالنا. هذا هو الشكل ديال الكاوكاو اللي كنحصلوا عليه. كما قلت لكم من الاحسن ملي كيكون البلدي كنخليوه بالقشره ديالو. هنا كنطحن الكاوكاو حتى كيولي يعني مهرمش اولا رقيق، ما كيكونش مطحون بزاف وما كنخليوش عاوتاني مهرمش غليظ. هانتوما غتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الكاوكاو كيفاش كيكون، يعني كيكون مطحون. هذا هو القياس ديالو. من بعد غنضيفوا عليه المكونات اللي غادي تشوفوا معايا. اليوم كانت عندي كميه كبيره ديال هذا النوع ديال الغريبه وفضلت انني ندير معكم 500 غرام باش نبسط لكم الطريقه وفي نفس الوقت تجيكم سهله، يعني ما غاديش تجيكم صعيبه باش تجربوها لاول مره. ان شاء الله بهذه الطريقه هذه راه كتكون ناجحه 100%. وكما كتشوفوا معايا راه كتجي مشقه وفي نفس الوقت معلكه. كما كتلاحظوا هنا الكاوكاو ديالنا طحناه مزيان، ضفت ليه كاس ديال السكر اللي هو 150 غرام، قريصه ديال الملحه باش كنوزنوا الذوق، وضفت عليها الفانيلا. وهنايا درت عليها 3 المعالق ديال الكاكاو المر بدون سكر، درت عليها 50 غرام ديال الزبده، وضفت عليها كاس ديال الكوك من نوع الجيد عفوا اللي هو كيكون ميدم، وجوج بيضات اللي هما كبار، معلقه كبيره من مربى المشماش الخاص بالحلويات، 12 غرام من خميره الخاصه بالحلويات اللي هي البيكن باودر. وكنخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي هو كيتكون متماسك. هنا البنات بالنسبه للبيض، الا كان عندكم البيض النوع يعني اللي هو صغير وشفتوا العجينه مازال ما تجمعت لكمش مزيان، كتخفقوا واحد البيضه وتبقاو تضيفوها تدريجيا، ما كتضيفوش البيض في خطره باش ما كتجيكمش عاوتاني خفيفه العجينه وتبقاو حاصلين فيها اولا كتصيح لكم في الفران. يعني كتضيفوا البيض تدريجيا غير بشويه حتى كتحصلوا على عجين اللي كيكون متماسك، ما كتكونش العجينه قاصحه باش كتجي في نفس الوقت كتكون كتجيكم غريبه اللي هي مهويه وكتكون هشيشه من الداخل. وما خاصناش نخليوها خفيفه اولا جاريه باش ما تسحلناش في الفران. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. او الا شفتوا العجينه خفيفه كتخليوها واحد شويه يعني كنجمعوها ونخليوها على الجانب حتى كتبقى تشد راسها. راه كتقصاح مع المده واحد ربع ساعه حتى نص ساعه حتى كتشد راسها مزيان عاد كنبداو نكوروها باش ندخلوها للفران. هنا كما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه. غادي نبدا نشكل كويرات كما غتلاحظوا معايا. ما غاديش الاخطاء اللي كنا كنستعملوا شحال هذه، وهي كنبقاو نديروا مزهر اولا بعض الاحيان كاين بعض السيدات اللي كيديروا بياض البيض، يعني كيدوزوا بياض البيض. هاد الطريقه هذه راه غالطه ما كتخليناش غريبه تشقق. لهذا انا كنفضل ندير يعني غير الماء فقط. كنبقاو نحطوا يدينا في الماء اولا صبعنا ونشكلوا كويرات على حسب الرغبه ديالكم اولا على حسب غريبه اللي كتكون مطلوبه عندكم. بغيتو ديرها يعني غريبه اللي كتكون هماويه ولا غريبه اللي هي معروفه ديال زمان، راه كدار حتى ل 18 غرام. 18 غرام كتجي غريبه هي هذيك. كما كتلاحظوا معايا هذه هي الطريقه. كنحط صبعاني في الماء كنكورها ونحطها في السكر كلاصي. ما كنقيش صبعاني يعني في هذه المرحله هذه ما كنقيش السكر
باش ما كيوليش يعني باش يدي ما كتعمرش بالسكر ونولي ندخلو في غريبه في العجينه عفوا. ملي كنضيفوا ديك السكر اللي كتجي معنا في اليد في العجين اولا في الخليط اللي حنايا صوبنا، راه غريبه كتسيح. هذه عن تجربه كتسيح في الفران. يعني لهذا كنكوروا العجينه ديالنا، يعني المقدار اللي غادي ندخلو في الفران، من بعد عاد كنغسلوا يدينا وعاد كنبداو نلويو الغريبه ديالنا اولا كنمرمدوها في السكر كلاصي اللي هو سكر ثقيل من النوع الجيد البنات باش ما كيتحرقناش في الفران. يعني هاد الطريقه هذه انا مجرباها كتجي ناجحه. يعني كنحاولوا ما امكن ما نوليوش ندخلوا ديك السكر اللي كتجمع لنا في اليد في الخليط ديالنا. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل باش ما كتوليش تسيح لنا. وكما كتلاحظوا معايا هنايا بديت كندوزها في سكر كلاصي ونحطها. غادي نقول لكم ايضا واحد السر اخر باش كتحصلوا على غريبه ديالكم كتكون مشقه او لا. كاينين جوج ديال الطرق. بغيتوها تجي عاليه او لا كتكون شويه نازله، غادي نعطيكم واحد الطريقه اللي انا كنخدم بها دائما. ملي كنبغي غريبه ديالي كتجي عاليه، غادي البنات منين تكملوها يعني حتى كتبرمدوها في سكر كلاصي ما كتبركوش عليها بزاف بصبعكم، يعني كتضغطوا عليها غير بشويه من الفوق. بغيتو غريبه تجي نازله راكم كتضغطوا عليها شويه يعني اكثر من هاد الطريقه هذه اللي درت انا اليوم معكم. هنا بغيتها تجي عاليه. هذا هو هذه هي الطريقه باش كنخدموا دائما غريبه ديالنا. اولا كل ما بركن عليها بزاف كتجي حاضره وكتكون في نفس الوقت مشقه اكثر. بطبيعه الحال ما نساوش الدور ديال الخميره، حتى الخميره كتلعب دور في ديك التشقاق اللي كيكون فيها. هنايا كنسخن الفران على اقصى درجه حتى كيسخن مزيان، وكنولي نهبطو ل 170 حتى ل 180 درجه. هنا خدمت المروحه من الفوق والتحت، يعني الفران عندي كيشعل على جوج جهات، درت الفوق والتحت في خطره كندخلوها البنات من 10 حتى ل 15 دقيقه على حسب الفرن ديالكم. غير كنشوفوها تشقات مزيان وبدات كطيب كنحيدوها. الا خليناها فوق القياس يعني الا طابت بزاف راه كتجي قاصحه، وفي نفس الوقت كتكون المنظر ديالها ما كيكونش مزيان. هنا البنات كما كتلاحظوا معايا غريبه جات ناجحه وحتى السكر ما كيتحرقش. خصوصا البنات كنركز ونعاود نقول لكم بان السكر حتى هو كيلعب دور، يعني خصو يكون من النوعيه الجيده السكر كلاصي. وهنا حبيباتي من بعد ما غريبه ديالنا كتشقق يعني ما كنخليوهاش حتى كتحرق اولا كيبدا ديك السكر ديالها الا خلينا مده طويله واخا كيكون السكر من النوع الجيد خصنا نردو معاه البال راه كيتحرق. يعني خص غير تبدا طيب كنحيدوها. هذه هي غريبه ديالنا اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا معايا كتجي مشققه، وحتى ديك المربى اللي كنديروا فيها راه كيعطيها واحد التعليكه من الداخل، وكتكون هشيشه حتى هو كيخليها تكون رطبه اولا كتحافظ على ديك الهشاشه ديالها لمده اطول. كما كتشوفوا معايا كتجي رائعه واكثر من رائعه. هنايا فضلت اليوم نخدم معكم كميه قليله باش تجيكم سهله وتجربوها. يعني لاول مره راه غتنجح معكم. هذه هي الطريقه ديالي باش كنخدم دائما وكتكون ناجحه. كما كتشوفوا معايا هذه هي غريبه معلكه وكتكون هشيشه بنات ناجحه 100%. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات اللي مازال ما اشترك وفعلوا الجرس باش فين ما نحط شي وصفه تيوصلكم الاشعار ديالها. نتمنى ايضا ديروا بارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم. كنشكركم كلكم. الله يجازيكم بخير على المشاهده وعلى التفاعل اللي تفاعلتوا معايا في الفيديو الاخير بالرغم انني مده هذه ما حطيت لظروف العمل. شكرا لكم. مع السلامه.